السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله مكملين مع بعض بقية زينة رمضان. هنعمل علبة للمناديل، هنعملها كلها من كراكيب من البيت. مش هتشتري تقريبا حاجة خالص. هقولك واحنا شغالين ممكن تعملي بدايل ايه بحيث انت فعلا ما تشتريش حاجة وكله تستخدميه للبيت. بس لأول مرة بقى تشوفيني ما تنسينيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. نبتدي ونقول بسم الله. طيب، انا محتاجه ايه عشان اعمل العلبه بتاعتي؟ انا عايزه اي علبه موجوده عندك، علبه بسكوت، اي علبه بتاعت اي حاجه هتمشي معاكي حلو قوي. وطبعا الحجم بتاعها ده بتاعك. وعايزه فرنشه، انا الفرنشه دي ماشيه معايا فانا هستعملها برضو. اي فرنشه موجوده عندك هتمشي معاكي مفيش مشكله. انا حابه بحكم ان انا الشغل بتاعي بتاع السنه دي عاملاه بقماش الخيش او عاملاه بالقماش بتاع الشنط بتاعه التسوق. فانا حابه كل شغل يبقى السنه دي بيها، فانا هستعملها. ما عندكيش ممكن قماش خياميه هيمشي معاكي، استيكر خياميه هيمشي معاكي. اي قماش موجود عندك هيمشي. يعني لو عندك بلوزه قديمه ساده حلوه لونها حلوه مديه على ستان هيمشي معاكي حلو قوي. تمام. انا معايا دي شنطه تسوق كده كنت مشترياها فهستعملها. طب هعمل ايه؟ انا جايبه العلبه بتاعتي كده، انا مقطعه الجزء اللي بيبقى فيها فوق، فوق او تحت يعني، المهم اللي ايه، انا فاتحاها من تحت بالشكل ده كده. تمام. وهبدا ان انا هغلفها. هاجي كده بسم الله، هشوف مقاسها وهبدا اقص عليها. خلاص انا قصيت بس الشيطه بتاعتها والايد بتاعتها اللي بتبقى قدام دي عشان تبقى ايه، يعني مش محتاجاها دلوقتي. وابدا اعملها. هو انا ممكن اعملها كده احسن عشان ما اهلكش ايه من القماش بتاعي زياده كده، وهتبقى مقاسها حلو. هبدا اقطع القماشه كده بسم الله كده، وهبدأ أقصها. هبدأ أجيب الشمع بتاعي كده وأحط طبعا جزء كويس من اللزق كده. أنا قصيت كل الزيادات بالشكل ده. تمام، بقت نضيفة معايا ومفيهاش أي حاجة خالص. طب أنا هعمل إيه؟ أنا عايزة أعمل الفتحة اللي هطلع منها المناديل. أنا رسمتها بس بالقلم الرصاص بحيث إن أنا أشوف وضعها ما تبقى يعني ما تبقاش جاية على ميلة أو حاجة، بتبقى مظبوطة معايا. لو أنت عارفة ترسميها على طول براحتك خالص. أنا عملتها برضو إيه بالقلم الرصاص احتياطي. باستخدام القطر بقى أنا هبدأ إن أنا أفتحها. هاجي في النص كده وابدا ان انا افتح كده. تمام كده انا فرغتها. بس الاحسن فعلا ان احنا يعني لو انت بتعمليها قبل ما تغلفيها ترسمي العلامه اللي الفتحه اللي انت هتفتحيها وتقصيها وبعد كده تحطي القماشه. بس انا نسيت خالص فمش مشكله، انا اتصرفت وقصيتها مفيش مشكله خالص فيها. يعني حتى لو حصلت معاك كده هتقصيها وتعمليها بس عشان الحاجه تبقى اسهل ليكي. انا كده عملتها خلاص وهبدا عملتها ايه، اقصها كده عشان ادخلها لجوه. مسدس الشمع بقى ابدا ايه زي ما شايفين كده، احط شمع. انا مش عارفه باينه كده. هبدا احط شمع كده بسم الله، وهتني لجوه كل اللي طالع لبره ده اهو كده. وابدا بصوا كده واتنيها كده اهي، هتلاقيها اتنت معاكي بمنتهى السهوله اهي كده. حطوا شمع برضو كده واتني كده اهو، هتلاقيها بدات تتنى معاكي كده. ونحط برضو شمع بسم الله. اهم حاجه قصيها بس حتت كده زي ما انا قصاها عشان التانيات تتنى معاكي كده. هو الشمع بس ايه لسه مولعاه اهو كده. تمام. وابدا اتني التانيات بتاعتي كلها كده بالشكل ده. برضه وانت شغاله شدي على قد ما تقدري، خلي شغلك مشدود اهو كده. انا قصيتها وتنيتها لجوه، يعني خليت كل التانيات لجوه بالشكل ده. طبعا كل ده برضه هيتدارى مجرد هنحط الفرنشه فيها. انا معايا بقى الفرنشه بتاعتي برضه، قلت لكم استخدموا الفرنشه اي فرنشه تعجبكم. فانا حبيت نوع الفرنشه دي فانا هركبها لها. هنبدا نركب كده بقى باستخدام الشمع بسم الله. نبدا نلزق كده ونبدا نلزق.
انا لزقت، بصوا لزقتها عليها كلها تمام. طب عايزه تاخدي نفس الشريط تحطيه من فوق، ده براحتك خالص، بس انا حسيت ان هي هتبقى زحمه قوي بحيث ان هي الوانها كتير، فانا حبيت ان انا احط لها شريط الاستراس ده، حاسه ان هو شكله هيبقى اشيك، فانا هحطها عشان موجود عندي. لو ما عندكيش حطي اللي انت برضه موجود عندك، مفيش مشكله. هبدا اجيب برضه طرفها كده بسم الله، وابدا ان انا الزقها كده بسم الله. انا لزقتها بالشكل ده كده. بصوا هي شكلها اشيك من ان انا احط الفرنشه دي. برضو الجناب هنا انا حابه ان انا احط دي كده بالشكل ده. هبدا برضو اجيب الشمع ونبدا ان احنا نلزقها كده، ونبدا نلزقها كده، ونبدا نقص الزياده. انا عشان وقت الفيديو هكمل بقى بقيه كل الجناب بالشكل ده، ونيجي نشوف هنعمل ايه تاني. انا لزقتها. انا بعد ما حطيت الشريط الذهبي اللي انا كنت حاطاه، حسيت لا ان هو مش حلو، ما عجبنيش، فانا حطيت الشريط نفس الشريط اللي انا حطيته فوق ده، عملتها بالشكل ده، حطيت شريطين من هنا ومن كل جانب كده شريطين بقى بالشكل ده. بصوا شكله جميل ازاي، جميل جدا. هو شغل رمضان لازم يبقى فيه بهجه شويه. بكده خلاص كده، فانا انت ممكن تسيبيها كده على كده وخلاص كده تمام. بس انا حابه برضو ان انا احط لها هنا حته استك، بحيث ان هو لو حطيتي علبه المناديل بتاعتك ما تقعش تمام. بس انا عن نفسي انا عندي علبه تانية ما بحطهاش، انا بحطها تحتيها كده وخلاص يعني، ممكن تتحط كده والدنيا تمام يعني، ما بتطلعي مناديلك عادي. بس انا حبيت برضو احطها، لو حابه تبقى خليها ثابته. ده استك عبيط، ما عندكيش العبيط استك العادي بتاعنا اي حاجه تمسك بس من هنا كده. هنبدأ برضو بإيه، بسم الله. أنا هحط حتتين بسم الله. هحط الأستك بتاعي. أنا هنزل حتة بس كده عشان ما تتنسلش معايا بالشكل ده كده، وهبدأ أقص الحتة دي كده. أنا الأستك ده مستعمل عندي في البيت يعني، مش جايباه مش مشتريه، احنا عايزين أي حاجة موجودة في البيت نستخدموها كده. ونبدأ برضو نحطه شمع كده بسم الله. نبدأ نتنيها لجوه بالشكل ده كده اهي بالشكل ده. ممكن برضو ايه اثبت عليها بشويه شمع تاني عشان تبقى ثابته. ونفس الحكايه هحط واحده تانية هنا بالشكل ده كده، بس ايه تثبت دي عشان الشمع بتاعها ما كانتش ياما. اهو بالشكل ده، انت تمسكي بس شويه بيمسك بالشكل اهو. خلاص كده انا لزقت بالشكل ده كده اهو كده تمام وزي الفل. هعمل ايه، هبدا بقى احط المناديل بتاعتي. عندك المناديل حطيها بقى كده كده ان شاء الله ما تقعش وتبقى ايه ثابته معاكي بالشكل ده اهو كده. نبدا ان احنا نطلع مناديل. انا حابه احط لها لمسه رمضانيه زياده شويه، طبعا ممكن تستغني عنها خالص. انا عملت نجوم باللون الذهبي كده بالشكل ده، وزي ما بقول لك عايزه تستغني عنها استغني، بس انا حابه ان انا احط اللمسه الصغننه دي تبقى شكلها احلى بالشكل ده كده. هحطها في الجناب كده، مش عارفه حاسه ان هي تديها منظر رمضاني اكتر يعني، بحكم ان انا حاطه ذهبي هنا بالشكل ده. حابه تستغني عنها مفيش مشكله. هبدا الزقها برده بايه، بمسدس الشمع، نقطه كده في كل جنب بسم الله، ونلزقها كده، نلزقها كده
كده النيله. نحط اخر واحده كده، ممكن تحطي 2 وما تحطيش ال4 براحتك برضه. انا حبيت اديكي فكره والحاجه دي بتاعتك. شكل ده شكلها كده. خلاص انا خلصت الفيديو بتاعي بتاع النهارده، يا رب يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله.